بتكون احزاب اللي بيمثل يمين يسار ووسط. اليوم انا بعتبر حالي وسط، يعني بكون يمين بالنسبه للدفاع، بالنسبه للسياسات، بس انا يساري للتعليم وبجوز للصحه. فهل انه انت يمين او يساري؟ فبدنا شويه وقت للاسف اظني حتى نغير الكلتشر تبعنا، حتى فعلا من شكل احزاب. في من الكتل والاحزاب عارفين شو المطلوب، عندهم برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي، لكن انا بقعد مع كتل، واحد اقصر يمين واحد اقصر يسار. فبدنا الجيل الجديد اللي بيفهموا اكثر من جيلي والجيل اللي قبلي حتى نمشي بهذا الاتجاه. في تحديات امامنا 100%، وانا بعطي توجيهات. للاسف انا اعتقد انه جيلنا مش قادرين يفهموا. فاذا نحن بدنا نطور توجيهات مني، وانتم كشباب توقفوا معنا وتساعدونا بالاصلاحات. ما في شيء عيب بالبلد او ما في شيء اللي ممنوع نقدر نعمله. فاذا نحن بدنا نشد على مؤسساتنا وبدنا نسمع صوتكم. انا مش مرتاح بالمؤسسات الحكوميه. اذا شفتوا قبل يومين عملت دمج للاجهزه الامنيه، المخابرات، الدرك والدفاع المدني والامن العام، حتى نوفر فرص ونوفر مال ونحسن الخدمات للمواطنين. عندنا نفس المشكله بمؤسساتنا الحكوميه. اذا عندنا تحديات بالصحه بدنا نعمل ثوره بالصحه. عندنا مشاكل بالضرائب والجمارك. كلكم هون جايين من القطاع الخاص، بدكم انتم تنجحوا بمشروع انهار. المشكله اللي انتم راح تلاقوا الموظف اللي راح يخرب عليكم من الجمارك ومن الضرائب. عم نحاول نغير. فنحن عندنا برنامج ل 2020 لكن بدون صوتكم، وانا اشكرك على اللي انت حكيته، وان شاء الله اذا في بطلب منك تتابع معنا دراسه شو صار معك بالضبط، حتى انا بقدر كمان اشد على المؤسسات. كل واحد له صوت بهذا البلد، واملي فيكم انه نحن بنقدر نغير. لكن انا كنت اضحك للجماعه اللي معي انه اذا بدنا نصير نوظف مسؤولين في البلد